تفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المقدم الإذاعي الأجر عبد الله الخطيب من قناة الإعلام المنتدى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير من صلى وصام وأوتر والناس نيام، أقام دولة الإسلام وحطم دولة الأصنام، عليه وعلى آله الطيبين الكرام أفضل الصلاة وأتم السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. الوفاء والحب من عهد الجدود، حي فينا حي باقي لا يزال. الوفاء رجل تلقى العلوم الشرعية على أيدي كبار العلماء. الوفاء رجل شهدت له أفعال الخير وسطرت إنجازته العديد والعديد من دعمه. سيرة ذهبية نفتخر بها، حيث نتحدث عن عطائه لدعم الجمعيات الخيرية، كان آخرها دعمه بملياري ريال للجمعيات الخيرية. بالأمس القريب بايعناه على السمع والطاعة. إنه سلمان الوفاء، خادم الحرمين الشريفين. والآن مشاهدينا الكرام ننقل لكم أهم الأخبار. استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بعد صلاة العشاء في هذا اليوم الجمعة الثالث من ربيع الآخر في عام 1436 للهجرة في قصر الحكم بالرياض. أصحاب السمو الملكي الأمراء وسماحة مفتي عام المملكة وأصحاب الفضيلة العلماء والمعالي والوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وجموعا كثيرة من المواطنين الذين قدموا البيعة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملكا للمملكة العربية السعودية، ولصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود وليا للعهد، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وليا لولي العهد. وأخيرا مشاهدينا الكرام نختتم لقاءنا به نعم سلمان الوفاء، نبايعكم على السمع والطاعة، وسلام من الله عليكم